هاي يا بنات، النهاردة هنتكلم عن 2 سبراي من أشهر السبراي المثبت للمكياج اللي بيثبتوه في الحر جدا. دول أكتر 2 مشهورين، اليزابيث هيلن اللي بيقولوا عليه محمود سعيد، وكريولان طبعا غني عن التعريف. أنا هعمل مقارنة بينهم وهحط على نص وشي اليزابيث هيلن والنص التاني كريولان، وهنقعد بالمكياج ده بعد ما يترش ونشوف هيثبت. الاتنين هيبقوا زي بعض، واحد منهم هيبوظ التاني لأ، هنشوف مين أحسن فيهم. ففي المقارنة دي لو حابين تعرفوا مين اللي هيكسب ومين اللي أقوى، خليكوا كملوا الفيديو للآخر. زي ما احنا عارفين ان النوعية دي من السبراي بتكون ايريسول. ايريسول يعني ايه؟ يعني عاملة زي المزيل العرق بتاع ريكسونا وكده. فاللي بيترش بالشكل ده لازم 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 ليه شروط معينة. زي ايه؟ اول شرط عشان ينجح السبريهات دي لازم ترشيه من بعيد، ما ينفعش ابدا تيجي عند وشك قريب وترشيه. ده اولا هيخلي الوش يلمع، ثانيا هيبوظ اصلا المكياج بتاعك، ثالثا هيأذيكي على ان هو بيبقى سبراي ساقع. فانت المفروض من التعليمات بتاعته الصحيحه ان انت ترشيه على طول دراعك كده، يعني مثلا متر. تاني حاجه ان انت ما ترشيش منه كميه كبيره، يعني ما تجيش ترشي 3 4 5 طبقات. حاولي على قد ما تقدري ان هو يكون من بعيد، وترشي طبقتين بالكتير قوي 3 لو انت مثلا في يوم حر قوي او مثلا عندك فرح او كده. غير كده الشرطين دول، ان انت ترشي من بعيد وان انت ترشي كميه قليله، لازم تحافظي عليهم. اهم حاجه في السبريهات اللي زي دي ان انت ترشيها في اخر خطوه من خطوات المكياج، يعني ما ينفعش تعدلي اي حاجه في الميك اب بعد ما ترشيهم. خلاص انت خلصتي الميك اب بتاعك تماما ورشيتي كل اللي انت عايزه تعمليه، وحطيتي الباودر، حطيتي البلاشر، حطيتي الروج، كل حاجه خلصتيها خالص. ابدأي ايه، رشي من ده او من ده. في حاجه عايزه اقولها عشان الناس بتتلخبط بين المثبتات اللي بالشكل ده الايروسول ده وبين السبراي اللي بيكون زي مثلا اوربان ديكي او كده. ده بيكون سائل ميه، يعني لو اترش بينزل ميه كده، بيبقى فيه لمعه الميه. الانواع دي بتترش الاول وبعدين بنستنى لحد ما تنشف خالص، وبعدين اخر خطوه دايما الفيكس اللي هو ده او المثبتات دي. يعني ما ينفعش اعمل العكس. دايما الفيكسات او الحاجات اللي هي فيكسنج سبراي زي دي محمود سعيد او كريولان او هدى بيوتي او اي ماركه بتعمل ايروسول، في برضو وان سايز، اي ماركه من الماركات دي بتعمل ايروسول لازم يتحط كاخر خطوه خالص. بما ان الجو حر جدا دلوقتي واحنا في الصيف، انا هستغني عن ان انا احط اول نايتر. هكتفي بس بالحاجات اللي زي كده. ما تكتريش من الحاجات السائله في الصيف. لو انتي بشرتك دهنيه مفيش داعي لده قوي، خلينا في الحاجات اللي زي كده. هقسم على نص وشي، الجزء ده الشمال ده هحط فيه كريولان، وعلى الجزء اليمين هستخدم محمود سعيد في اليمين. اول حاجه هغطي وشي ده، والمحمود سعيد هرجه كويس، لازم يترج، اي حاجه من دي لازم تترج. تقفي من بعيد كده وهسيبه ينشف. هرش بقى كريولان على الجزء الشمال ده، هخبي برضو الجزء اليمين واغمض عينيا واحاول ان انا ما اشمش كل السبراي اللي هينزل على وشي. يعني حاولي ان انت لما بترشي تغمضي عينيكي وبرضو تسدي مناخيرك او ما تتنفسيش قوي عشان ما تتنفسيش كل السبراي اللي انت بترشيه على وشك. كده انا خلاص رشيت كريولان على الجزء ده ومحمود سعيد على الجزء ده. مبدئيا انا عايزه اقارن بينهم من خلال الحجم كمان ومن خلال قوه الرش. زي ما شفتوا لو انتوا اخدتوا بالكم وانا برش على الجزئين، ان كريولان وهو بيرش الرشه بتاعته اقوى وحجمها اكبر، يعني بتفرش في مكان اكبر. اليزابيث هيلن او محمود سعيد بيرش في مكان مركز اكتر. ده اللي انا حسيته، يعني حسيت ان الاندفاع بتاع كريولان اقوى شويه، يعني ممكن ترشي منه اقل، كميات اقل. الحجم بتاع ده انا جايبه الكبير، جايبه ال 300 مللي. في الاحجام اللي اصغر من كريولان، ده 300 مللي اكبر حجم خالص كريولان بتقدمه اللي هو ال 300 مللي. محمود سعيد 150 مللي يعني نص، تمام. بس فرق السعر كبير جدا، فرق السعر بين كريولان وبين محمود سعيد الفرق كبير قوي، يعني هنشوف مين اللي هيكسب في الاخر. مبدئيا انا لو قارنت الشكل بين النصين، شكل البشره بين النصين في المرايه، الاتنين زي بعض. انا مش حاسه باي فرق بين الاتنين، بين الجزئين. حاسه ان مفيش اي فرق بين اللمعه. الوش الجزء ده زي بالظبط الجزء ده بتاع كريولان. مش حاسه ان انا مثلا بلمع في واحد اكتر من التاني. في المرايه الاتنين بالظبط زي بعض. طبعا الجو حر قوي والدنيا دلوقتي صيف، فده هيبقى اختبار حلو قوي للاتنين مثبت، وهنشوف مين اللي اقوى فيهم. ده شكل المكياج مبدئيا هيبقى شكله عامل ازاي بعد كذا ساعه. هعدي عليكم برضو كمان شويه واقول لكم مثلا في حاجه خفت، في حاجه راحت. انا عارفه طبعا الاثنين ومجرباهم هما الاثنين وعارفه ثباتهم، بس عايزه برضو اطلع اوريكم ان الاثنين ممتازين. ده شكل الميك اب. هاجيلكم كمان شويه واوريكم شكل الميك اب تاني واقول لكم ايه الاخبار. كده رجعت لكم بعد 5 ساعات او اكتر كمان في الحر بدون تكييف، علشان اضمن كويس قوي ان انا اختبر الحاجات دي كويس قوي. الاثنين بصراحه انا مش حاسه فيهم باي فرق.
فرق، لان البلاشر والكونتور ما خفش في الناحيتين. انا شايفه في المرايه ان الاتنين زي بعض. دي الناحيه بتاعت محمود سعيد، البلاشر فيها متحركش خالص، والاي شادو ما خفش كمان. الناحيه بتاعت كريولان مفيش اي فرق، انا مش حاسه ان في اي فرق بينهم بصراحة. الاتنين ممتازين. طبعا فرق السعر كبير وفرق الحجم كبير، ده 300 ملي وده 150 يعني النص، بس بصراحة الاتنين بيعملوا نفس النتيجة. طبعا انا عرقت، الدنيا حر والميك اب زي ما هو. بصراحة انا انصح بالاتنين لو انتي عندك فرح، لو انتي ميك اب ارتست تقدري تجيبي الاتنين طبعا، للعرايس وللسواريه كمان ممتازين. انا ما استغناش عنهم، لازم بستخدمهم للعروسة. الكريولان ده بحبه قوي. هقولك على سر لو حابة ان انتي تخلي الميك اب بتاعك ثابت طول الفرح. لو انتي مثلا بتعرقي، يعني انا مثلا بعرق من الحته دي كده، هتلاقي حواجبي بتعرق هنا. الحل ان انتي ما تجيبيش منديل وتقعدي تطبطبي. تعملي ايه؟ تجيبي مروحه زي كده في الفرح مثلا او في المناسبه اللي عندك، وتفضلي تهوي بيها كده، العرق هينشف وخلاص. ما تجيش جنبه باي حاجه كده، المكياج بتاعك يفضل ثابت الفرح كله معاكي. انا استخدمت ايه بقى علشان تبقوا عارفين في التوتوريال ده او في الاختبار ده؟ استخدمت فاونديشن عادي، فاونديشن يعني ما يكونش ثابت لوحده او ما يكونش واو قوي، عشان لو جيت استخدمت استي لودر او فاونديشن قوي قوي، هو اصلا الفاونديشن بيبقى حلو لوحده. طب انا كده اختبرت ايه؟ استخدمت الفاونديشن ده، واستخدمت الباودر بتاعت ماك العاديه اللي هي الباودر العاديه دي، حلوه برضو، بتثبت الميك اب طبعا جدا، ممتازه. اوكي، دول الحاجات اللي انا استخدمتها. انا شايفه ان الاتنين ممتازين، والاتنين تقدري تستخدميهم كشخص عادي او كميك اب ارتست. انا بحبهم قوي وبرشحهم هما الاتنين بصراحه. بس الفرق الوحيد ان محمود سعيد بس فيه زي ريحه برفيوم كده، انتي لو بترشي الاتنين كده كده اصلا مش هينفع تستنشقيهم، فمش هتفرق. بس انا شايفه ان الاتنين ممتازين والاتنين بنصح بيهم. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.